هذا ملك من السعودية تم اغتياله لأنه تجرأ على إدخال العالم كله في أزمة مدمرة فقط من أجل الدفاع عن الفلسطينيين. يجب أن تسمع القصة الكاملة. الملك فيصل وصل إلى الحكم سنة 1964 وكان يؤمن بعمق بالعدالة للشعب الفلسطيني الذي كان يعاني في تلك الفترة. وفي سنة 1973 دخلت إسرائيل في حرب مع مصر وسوريا. كالعادة دعمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إسرائيل. وأمام هذا الوضع اتخذ الملك فيصل قراراً صادماً، أغلق صنبور النفط في وجه كل دولة تدعم إسرائيل. لا نفط لأمريكا ولا لفرنسا ولا لأي دولة أخرى تدعمها. فوقع زلزال نفطي عالمي وارتفعت أسعار النفط إلى 4 أضعاف، ودخلت اقتصادات الدول الغربية في أزمة خانقة. وكان ذلك أول مرة في التاريخ يستخدم فيها بلد عربي سلاح النفط للضغط على القوى العظمى. وكانت رسالة الملك فيصل واضحة: كرامة الشعب الفلسطيني أهم من المال. رغم كل الضغوط والتهديدات لم يتراجع، وطبيعي أن هذا صنع له أعداء أقوياء جدا. وفي سنة 1975 سافر ابن أخيه إلى الولايات المتحدة، وعندما عاد تعرض الملك فيصل لمقتل على يد